السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن تاني ديزاين باترن. احنا كل اللي فات ده كنا بنتكلم عن البيلدر. تمام. البيلدر ده حاجة واحدة بس في ديزاين باترن. تمام، لكن هو ليه كذا شكل وكذا نوع. تمام. احنا النهارده نتكلم بقى عن تاني ديزاين باترن معانا، وهو الفاكتوري. تمام كده. ايه هو الفاكتوري وليه بحتاجه و... وايه الفرق بينه وبين البيلدر؟ تمام. الفرق بمنتهى البساطة إن الفاكتوري آه هو اللي بيطلع الحاجة بشكل مظبوط. تمام. يعني لو الحاجة من جوه كانت محتاجة مثلا كونديشنز معينة أو حاجة زي كده، الفاكتوري هو اللي بيبقى مسؤول عن الفكرة دي، بحيث إن أنا يوم ما كريت الأوبجكت بتاعي يكون معمول بشكل مظبوط تماما يعني. تمام. بمعنى خلينا مثلا دلوقتي نبدأ. احنا هنعمل مثلا using static السيستم كونسول بتاعنا. تمام. بعد كده name space factory. تمام. هنحط جواها اول حاجة البروجرام بتاعنا public class program، وبعد كده هنحط المين public static void main. تمام كده. وخلينا نبدأ نعمل أول كلاس عندنا. هنسمي مثلا public class، مثلا هنسميه point. تمام كده. طيب أي نقطة في أي إحداثيات بتبقى محتاجة x وتبقى محتاجة y. تمام. بس هي مش هتبقى int، هي عشان تبقى دقيقة خليها دبل. تمام كده. فأنا دلوقتي لما هاجي أعمل constructor بتاعي هقول والله public point. تمام. هياخد الدبل اكس والدبل واي، وبعد كده هيعمل ايه؟ هيقول this x equal x و this y equal y. تمام كده. طيب اول مشكله عندنا في الكود ده ان احنا دلوقتي الاكس والواي دول انا كده اجبرت اللي هيعمل الاوبجكت ده ان هو يبعتهم في صوره اكس وواي، مش مثلا ميل المماس ومثلا حاجه تاني، او مثلا هو يبعت الوتر مع سيتا او اي حاجه زي كده. تمام. فاحنا دلوقتي عشان خاطر يبقى انا ضامن ان اللي يطلع ده يطلع مظبوط. تمام. فانا هنا ممكن كنت اجي اقول ان هعمل مثلا انومينيتور، وهحط هنا تشيك. ولو التشيك دي مثلا كان هو يعني اليوزر مثلا كان باعت النوع اللي هو هيبعت كوردينيت عادي بولر سيستم، مثلا أنا شغال بالبولر سيستم، يبقى انا هحط الاكس والواي بشكل تلقائي على طول. لو كان هو مثلا باعتهم في شكل الميل وسيتا، يبقى انا او مثلا الوتر قصدي وسيتا، يبقى انا هقول ساين سيتا وكوزين سيتا عشان اطلع الاكس واطلع الواي. تمام. لو هو مش عارف كان بعتهم لي بشكل ايه هعمل مش عارف ايه وكل الكلام ده. فطبعا حاجه زي كده ان انا احطها جوه الكونستراكتور بتاعي دي، يعني احنا كده خالفنا مبدأ السنجل ريسبونسبيلتي، وفي نفس الوقت الكونستراكتور بقى تقيل وغير كده مش مفهوم. تمام. يعني دلوقتي قايل له دبل اكس ودبل واي. تمام. هو دلوقتي هيروح باعت لي الاكس والواي، وبعد كده الانومينيتور. طب المفروض مثلا يبقى عندي فانكشن. تمام. الفانكشن دي هي اللي بتهندل الجزء ده بحيث ان هي تبقى مفهومه اكتر. هو هيعرف منين هنا ان البوينت دي مثلا كذا، وفي نفس الوقت انا ما ينفعش مثلا اعمل ماشي خلينا بس نعمل التوسترنج بتاع عادي. ما ينفعش مثلا اجي هنا هقول له والله بابليك دبل سوري بابليك بوينت. تمام. اقول له مثلا دبل رو. تمام. ودبل سيتا. هي رو مش كاتب كده، ماشي مش ايا كان كتبتها يعني. ودبل سيتا. تمام. ليه؟ لان في النهايه الاتنين دول دبل، هو الاسم ده مش هيفرق معاه في حاجه. تمام. فانا عشان افرق الاسم ده ويبقى اليوزر فاهم الاكس دي ممكن تعبر عن ايه والواي دي تعبر عن ايه، انا ما ينفعش ان انا ايه اعمل الكونستراكتور بشكل طبيعي. تمام. يبقى لازم الكونستراكتور بتاعي
يكون، او بمعنى صح الفانكشن اللي بتكريت الاوبجكت ده تكون مفهومه. انا لو استخدمت البيلدر تمام، يبقى في الحاله دي انا هستخدم البيلدر بتاعي. طب اللي رجعنا لنفس النقطه، انا دلوقتي عايز الفاريبلز اللي تتبعت تمام تكون مفهومه، فانا كده هيبقى عندي بيلدر يكريت لو هو كان اسمه ايه ده، لو هو كان مثلا مبعوت له اكس وواي، وبيلدر تاني لو هو كان مبعوت كذا. طب برضه نفس النقطه، اليوزر هيعرف منين المفروض انا استخدم انهي؟ تمام. فكده هنلف وندور في نفس النقطه. فعشان كده اخترعوا الفاكتوري او ابتكروا الفاكتوري علشان خاطر يحل المشكله دي. تمام. طب الفاكتوري بيحل الفكره دي ازاي؟ اول حاجه تمام طبعا نخلي دول برايفت. تمام، دي اول حاجه. وكمان هنخلي الكونستراكتور بتاعي برايفت. ايه ده؟ هو ازاي كونستراكتور برايفت؟ طب انا هستخدمه ازاي وهو برايفت؟ تمام. نيجي بقى، دي فكره الفاكتوري. تمام، ان انا باجي هنا والله بروح اعمل فانكشن ماشي public static هنرجع بوينت. تمام، بس هنسميها بقى بالشكل اللي احنا عايزينه. تمام، يعني مثلا create polar point، بحيث ان هي يكون معروف ان انا كده هشتغل بالبوينت، واقول له والله تلقائي ان انت تبعت الاكس والواي. تمام، واجي هنا تمام كمان اقول مثلا بدل ما هي بولار بوينت مثلا اقول له ان هي تتبعت لك مش عارف كان اسمها ايه النوع التاني، ايا كان يعني ايا كان مثلا كرييت رو بوينت مثلا. ويبقى هنا خلاص، يبقى انا هنا افهمه ان انت هتبعت هنا الرو والثيتا. تمام، وممكن بعد كده تكتب بقى الشرح اللي انت عايزه، يعني تكتب هنا مثلا دبل والسمري وتقول ان دي رو دي سيتا والريتيرن هيبقى كذا وبتاع الكلام ده كله. تمام، ويتهندل. طب وهنا بقى نقول الرو اللي هي اول واحده هنعمل اكس واي، هنقول رو في ماس دوت ساين. تمام، واقول له ثيتا، والواي نفس الكلام. هي تقريبا دي الكوزاين الاول كوزاين. يعني عامة يعني مش هتفرق قوي يعني في الشغل بتاعنا، ولكن ايه علشان خاطر يبقى الموضوع مفهوم يعني. تمام، في ماس دوت ساين ثيتا. انا برضه مش بشرح رياضه يعني، انا بشرح الكود نفسه بيتعمل ازاي. تمام، فكده هو خلاص بدأ بعت للبوينت الشكل الصحيح بتاع الاكس وبتاع الواي علشان خاطر هو يخزنهم عنده. تمام كده. فهي دي تبقى الفكره بتاعه الفاكتوري. ولكن نيجي لنقطه معينه، انا كده برضو خالفت فكره السنجل ريسبونسبيلتي. ليه؟ لان انا حطيت اتنين فانكشن تمام جوه كلاس. الكلاس ده مش تخصصه ان هو يكون يتحط فيه فانكشن زياده. تمام، فعشان كده احنا مضطرين نسحب الفانكشنز دي بره. تمام. طب برضو في نقطه مهمه، يعني مثلا انا لو جيت دلوقتي قلت public class point factory تمام وحطيت فيه النقطه دي، هنا الفاكتوري اسمه ايه ده برايفت، الكونستراكتور بتاعه برايفت. تمام، فازاي هو هيتارجته من هنا؟ لو انا عملت بابليك فكده الى حد ما انا خالفت الفكره العامه بتاعت بتاعت الفاكتوري، لان هو الاساس بتاعه ان يكون البوينت برايفت، ما حدش يعرف يعمل ايه اوبجكت من الكونستراكتور ده. تمام. طب فازاي طيب اهندل حاجه زي كده؟ في والله الطريقه اللي هي اللي ممكن تحل الوضع الحالي، ان انا والله هاجي هنا تمام هاخد الكلاس ده زي ما هو كده كوبي، وهروح راميه هنا جوه البوينت. تمام، فهو كده قادر يشوف البوينت. تمام، وهنا هخلي البابل بدل ما هو كلاس عادي هخليه كلاس ستاتيك. تمام، فلما اجي انا هنا اكريت الكلاس ده هقول والله بابليك او مثلا var سوري var point equal point دوت point factory دوت create point. ماشي عشان هي خلي دي point small. تمام، فكده ايه خلاص هو البوينت فاكتوري بقى كلاس جوه الكلاس. تمام، فعادي ان احنا بقى ايه نتارجت الحاجه اللي جواه، وهو بالفعل بقى شايف الفانكشنز دي. الطريقه الثانيه وهي الطريقه المستخدمه، تمام خلينا نرجع ننسى بس كل الكلام ده. تمام، ان انا بخلي الكونستراكتور بتاع البوينت ده بدل ما هو برايفت تمام بخليه internal
internal. تمام كده، بحيث ان هو الكلاس اللي هو معاه في نفس الباكج يشوفه، واللي مش معاه في نفس الباكج ما يشوفوش. تمام، بحيث ان احنا لما بنستخدم زي باترن في الغالب اننا مستخدمين اركتكتشر. تمام، فهو البوينت فاكتوري حتى لو كان بره الكلاس ده هو بالفعل قادر لسه يشوف الكونستراكتور بتاعه، ولكن الديفولت بتاع الناس هنا برضه هنخليه انترنال، او مش لازم، انا عادي ممكن اسيب بابليك زي ما كان، يعني عادي مش هتفرق. تمام، هحط هنا الكلاس بتاعي، وعلشان خاطر هو انترنال تمام فهو قادر يشوفه. تمام، بس برضه هنا البروجرام قادر يشوفه لان هما الاثنين في نفس الباكج، لكن في العادي بتبقى ايه، المين في باكج واسمه ده والكلاسات بتاعتي في باكج معينه، او فولدر وفولدر وهكذا، بحيث ان ايه مفيش حد فيهم قادر يشوف التاني. تمام، اعتقد احنا لو جينا هنا قلنا نيم سبيس مثلا مختلف، خلينا نسحب بس الحته دي كده بره. ماشي، نيم سبيس مثلا فاكتوري مثلا فاكتوري كلاس، او خليها فاكتوري نيم سبيس، ايا كان الاسم يعني. وجينا هنا رحنا قلنا var point equal new point مثلا واحد. لا هو لازال شايفه، هو لازال شايفه. هي ليها طريقة، يعني هي تختلف عشان ممكن هما الاتنين في نفس الفايل، لكن هي المفروض لما هيختلف البروجكت ككل او يختلف حاجة كبيرة هتفرق يعني. تمام، ولكن الصورة العامة او الفكرة العامة ان انا يكون عندي الكونستراكتور دايما برايفت، علشان خاطر ما يبقاش متشاف من باقي الحاجات، حتى لو هم حاولوا ان هم يجيبوا الكلاس ده هم ما يعرفوش. بس الازمه ان في حوار البوينت فاكتوري، فاحنا ممكن نحل الموضوع حاليا، بس ان احنا ايه، نحط البوينت فاكتور ده جوه احنا ممكن بس احنا نشيل احنا كنا كاتبين الكلاس هنا. ماشي، هحط الكلاس نفسه وغير الفانكشن. ماشي، وبعد كده نغير الفانكشنز اللي جوه، نعمل فانكشن بتاعتنا create polar point، هو ده. تمام، بحيث يبقى الموضوع بس مظبوط. هنقول هنا point دوت point factory دوت، احنا مش عاملين point factory ده static، لازم يبقى static علشان خاطر يتشاف الفانكشن جواه. تمام، دوت ماشي point factory والفانكشنز اللي جواه static create polar point. ف ماشي، احنا ممكن نرجع النيم سبيس دي كانت بره تاني زي ما كانت، عشان ممكن تكون هي دي الأزمة. نيجي هنا نحط دي هنا كده. does not exist point dot point factory public class point static class point factory public static point point. لا، هو في حاجة غلط في الفيجوال ستوديو، لأن هو حتى شايفها هنا، بس هو أزمته في حاجة تاني. طيب خلينا نعمل clean للسوليوشن برضو ماشي. هو مثلا فيجوال ستوديو مخرف تقريبا، يعني هو كان شايفها في الوضع العادي، احنا كل اللي احنا عملناه غيرنا الفانكشن، ما عملناش اي حاجة تاني. عشان احنا كنا كاتبين نيو تقريبا، المفروض ما يتحطش نيو. ايوه فعلا ما يتحطش نيو، لا لا لا.
انا اسف عندنا دي ما تحطش نيو لان ده مش كونستراكتور، ده مش كونستراكتور فما تحطش نيو. تمام. بس فهي دي تبقى كل الفكره بتاعت الايه الفاكتوري. تمام. في نوع تاني من الفاكتوري اسمه ابستراكت فاكتوري. وفي حاجتين تاني هنضيفهم، فكره ان زي ما تقول كده اللي هو اي حاجه بتطلع من الفاكتوري ده بخزنها. تمام. في حاجه اسمها ويك ريفرنس. تمام. وفي حاجه تاني اللي هي الريف العاديه، بحيث احنا ممكن نغيرهم كلهم مره واحده. تمام. وفي نفس الوقت ان احنا ممكن آه نتحكم فيهم يعني بشكل عام. دي ان شاء الله هشرحها في الفيديو الجاي. فيديو واحد هيبقى لامم الاثنين، والفيديو الثالث هيبقى الابستراكت فاكتوري والاسync فاكتوري، يعني فكره ازاي يبقى عندي الفانكشن دي async. تمام. هو عادي احنا ممكن حاليا نعملها يعني public async task مثلا. تمام. وهي ماشي احنا عايزين نخلي static دي ورا. تمام. وان هي هترجع point، يعني عشان بس تبقى ايه الصوره واضحه. تمام. وهنا طبعا عشان خاطر هي تاسك فاحنا بس هنهندل دي ونخلي دي برضو async. وهنا static task شيل void. خلاص. تمام كده. وهنا هنعمل اوت. تمام كده. فكده البوينت ده هيبقى من نوع بوينت. تمام. بس فهي دي فكره كمان انا استخدم اسync عشان بس ما عملناش فيديو لوحدها، وهي فكرتها بسيطه جدا. يعني انا عندي بقى الكونستراكتور بشكل اسync، بحيث ان انا كمان ممكن اجي هنا والله اعمل اويت تاسك دوت ديلي. تمام. كان يعني مثلا وليكن ايا كان الكونستراكتور ده مثلا بيروح يجيب حاجه معينه مثلا من مكان الاول قبل ما يتكريت بتاع الكلام ده كله. فدي الفكره ان انا اعملها، لكن انا ما ينفعش ان انا مثلا اقول هنا في البرايفت بتاعي ان هو اسync. تمام. هتلاقي تلقائي اتعطى عليه ايرور، ما ينفعش ان الكونستراكتور بتاعي يكون اسync. تمام. لكن هنا انا خليت الكونستراكتور او خليت الفاكتوري بتاعي اسync، فانا قادر بقى ان انا ايه ايا كان بقى الشغل اللي هيحصل جوه الفانكشن دي هو كده كده ايه آه عادي ان هو يتعامل بالطريقه دي. تمام. بس فكده ان شاء الله فاضل فكره الويك ريفرنس والريفرنس العادي، وفكره الابستراكت فاكتوري. تمام. ان شاء الله دول نشرحهم كلهم مره واحده على الفيديو الجاي. موضوع بسيط فيهم ان شاء الله يعني.